ساعات الإنسان يكون لاباس وهو اللي يجيب المشاكل لدارو. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناتي. اليوم حكاية جديدة نتمنى تستفادوا منها وتاخذوا العبرة. هذه حكاية وحدة الآن يعني في عمرها 39 سنة أو حوالي 39 سنة. تزوجت في العشرينيات كما تقول، زوجت من إنسان طيب، أو كما كانت تعتقد هي أنه طيب، من الخدمة للدار، من الدار للخدمة، وهي قارية تاني في الجامعة. كانوا كما تقول هي عايشين كما كامل الأسر. في بداية زواجهم عانت من عدم الإنجاب، قالت لك جريت عند الأطباء ما خليت حتى بلاصة، عملت التلقيح، درت كلش واش يستلزم ولكن بدون فائدة. نهار اللي استسلمت فيه وفوضت أمري لله وخليت كلش على ربي ونسيت أمر الإنجاب، رزقني ربي بولدي هذا، ربي خليه لي، سماته إسحاق كما تقول هي. كانت فرحتنا لا توصف والحمد لله. كما تقول هي لحد الآن حكايتي عادية كما كامل الأسر. تقول أنا في الواقع إنسانة اجتماعية بطبعي، وزوجي كذلك، يعني هما الزوج اجتماعيين، يعني يحبوا يهضروا يحكيوا مع العباد، نحبوا نتلاقاو مع أحبابنا وأصدقائنا ونتلموا ونتغداو أو نشربوا قهوة، يعني يحبوا يتلاقاو، يحبوا يكونوا اجتماعيين بطبعهم. هذه هي هكا حالتهم. كما راها تقول، قالت لك أنا عندي صاحبتي مازال ما تزوجتش، وهو تاني عنده صاحبه مازال ما تزوجش. قاعدين واحد النهار، قالت لك قاعدين في الدار نخمو ونقول هو كان يحكي مع صاحبه وانا كنت نحكي مع صاحبتي. انا ما نعرف صاحبه وهو ما يعرفش صاحبتي، يعني الزوج ما نعرف، انا ما نعرفش شكون صاحبه، يحكي دايما عليه هكا، وهو تاني ما يعرفش صاحبتي، يعني اسمع نحكيو برك عليهم هكا. هو يشكر لي في صاحبه وانا نشكر له في صاحبتي، وقررنا زعما نجمعوهم مع بعض ونديروا زعما الخير ونلاقيوهم مع بعض باش كش ما كتب المكتوب، يعني يتزوجوا ويولي هو صاحبه يولي كما نقولوها من معرفتنا، وصاحبتي تاني من معرفتهم تولي، تسمى نوليو نتلاقاو كامل مع بعضنا ونحكيو نورمال. في يوم من الايام قررت انا نعرض صاحبتي لعندنا، وقلت الراجل يعرض صاحبه تاني، يعني في نهار من خميس كان كما تقول هي. جاو عندنا قعدنا وتغدينا وضحكنا وشربنا القهوة، وانا نشوف زعما نكون نصيب كيفاه زعما نخليهم يحكيو وحدهم، نروح للكوزينة باه نخليهم يحكيو يتعرفوا على بعضهم كاش ما يلقاو نقطة تواصل بيناتهم هذيك. مع العلم انا ما قلتش يعني لصاحبتي على هذا الشيء، ما قلت لهاش باللي يعني رايحه نجيب، راح تتلاقاي يعني مع راجل اسكو يعجبك ولا لا. وهو تاني ما قالش لصاحبه، قال له ارواح عندنا تتغدى، وانا تاني قلت صاحبتي روحي عندنا تغداي، وبعد قعدنا مع بعضنا كامله كذا. هو قال انا جبت صاحبي وانا قلت انا جبت صاحبتي وخليناهم يحكيو. هم اصلا اجتماعيين هم تاني، يعني ما همش من النوع يعني المعقد ولا اللي يقول كيفاه ولا علاه. خليناها كما قلنا حنايا، خليناها للقدر والمكتوب. قالت لك القدر والمكتوب، نهضر فيها وانا نضحك على روحي. قالت لي والله انايا نقول القدر، كي نقول نخليناها للقدر المكتوب نقعد نضحك على روحي. القدر والمكتوب خلى راجلي وصاحبتي يعشقوا في بعضهم البعض، ماشي صاحبه وصاحبتي. أروح يا الزمان نضحك عليا أنايا. من هذاك النهار وراجلي يحلم بيها وهي تحلم به وأنا لا أخبر، وتركنت المخلوقة حاسدتني على راجلي. وراجلي تاني كان
ما لاتيش بيا وانا عند روحي يعني. ما لا راحت ليام وجات ليام كما تقول هي نابع لي يا ربي بخدمة، وليت نخدم وندي ولدي عند ما مرة وعند عجوزتي مرة، باه ما نكترش على حتى وحدة فيهم، يعني وحدة فيهم ما نقلقها. ولكن في هذيك الفترة انايا بديت نحس بلي راجلي تصرفات تاعو بدات تتبدل عليا، ما عادش غير عليا كيما بكري، ما يعيط لي، ما يسقسي عليا كي نروح للخدمه، ما والو ما يهموش، يبقى غير هز التليفون وانا مع ولدي لاهيه معاه، منين نحب نقرب ليه ولا نهضر معاه اني غلبان، مجرد نجي نقدم برك يقفل تليفونه ويبدل البلاصه. انا بديت نتوسوس الحق، اللي قلت انا دي ماشي حاجه طبيعيه. ملا واحد النهار في الخدمه تاعي جابوا ماشينات جدد، الماشينات هذوك جدد في المصنع لازمنا نقراو عليهم، نديروا عليهم كشغل فورماسيون تكوين مده 3 ايام، بصح في الالمان كنت مضطره اني نطلع للالمان 3 ايام. غبت على الدار 3 ايام نقرا فيهم، ينعتوا لي كيفاش نمشي الماشينه هذيك به ما نغلطش، ونعاود نهبط، ما نعاود نهبط نبراتيكيها نطبقها في الماشينه اللي عندنا في بلادي. ما لا طلعت وخليت ولدي عند امي والزوج تاعي في الدار. ما قال لي والو، قال لي طلعي نورمال. طلعت 3 ايام سما كلش على الشركه، الفندق على الشركه، الاكل والشرب، 3 ايام نقرا فيهم، المترجم معايا هو اللي ترجم لي كيفاش نمشي الماشينه ونعاود نرجع. ما في الفتره هذه كنت كان هو يجيب عشيقته اللي هي صاحبتي 3 ايام وداري محلوله ليهم وانا يا لا خبر. انا يا 3 ايام هذيك ما بقيتهاش في الالمان، انا يا داروا لنا التكوين صرا غير يومين. النهار الثالث هو انا كنت حاسبتها كما تفاهمت انايا والزوج تاعي، كانت 3 ايام يعني النهار الرابع اللي نجي فيه، كما نقولوها الاول والثاني والثالث، الرابع اللي نجي فيه. انا هكا كنت فاهمه وهكا كان فاهم الزوج تاعي، لكن في الشركه كان ظهر يومين. ثم طلعت تعلمت كما نقولوها البرومي الاول والثاني، اليوم الاول واليوم الثاني. اليوم الثالث هزيت فيه الفريزه تاعي ورجعت، وهكا كانت 3 ايام. النهار الرابع اللي نباشر فيه العمل تاعي في المصنع. ما لنا يا في النهار الثالث رجعت. قلت والله ما قلت لراجلي خليها له كما نقولوها سيربريز، هو يقول لي وقتها ترجع. قلت له انا يا النهار الرابع خليتها له هكاك، وقلت خلي نديرها له مفاجاه. النهار الثالث يلقاني قدامه. انا نقول لكم هذا فيها وهي حتى يجيني الضحك كيف يعني. ما النهار الثالث وصلت للدار، ما طبطبت ما والو، نفتح اصلا عندي الدوبل تاعو، فتحت الباب نسمع في سيدي ولالا يضحكوا حالتهم حاله في الدوش، ماشي حتى في صالو ولا في شومبرا ولا في الدوش. دخلت نلقى سيدي خرج الوجه احمر ضاربها بدوش الله الله، وراه تبع فيه صاحبتي اللي كنت بدايرتها، اللي كنت ناويت لها الخير وحبانا. حتى كي قالت لي حتى كي نحكيها هكا ترجع لي هذيك الصدمه. قالت لي من الشوك هذيك وليت غير نعيط حتى انا
عاد هو مخلوع، عاد اسكتي برك اسكتي خلاص برك، وتنعيط ولي عاد تنهز في الحوايج ونرمي فيهم، وما لقيتش كيفاه ندير. من الشوك هزيت القرعه تاع الغاز. القرعه تاع الغاز كانت محطوطه معمره، كان جابها سما باه يبدل القرعه تاع الغاز، يا مش مبدله بصح القرعه هذه كانت معمره، وانا ما فهمتش كيفاه هزيتها. قالت هزيتها ورميتها عليه تاع، يعني مانيش مستوعبه اصلا وش اللي صاري. قالت لكم بعد سبحان الله هكا واحد الزيكه فطنت هكا تولهي فيقي قبل ما يدير. قلت والله لا نفضحهم، قلت لهم والله تقعدوا كيما راكم، ما تتحركوش، ما تديروا حتى حاجه، تقعدوا هك كيما ربي يفضحكم، انا تاني نفضحكم قدام الخلق. درك نعيط للجدارميه وتبقاو هكا يهزوكم. باه من بعد كي نطلق ولا ما تقولوا ليش ما طلقت، اي طلقت بلا سبه، كاين سبب. قالت عيطت لما جات تجري، هي اصلا تكون قريبه مش بعيده بزاف، جات تجري لقاتني في هذيك الحاله وهما في هذيك الحاله اللي ما قفلت عليهم الباب. قالت قفلت عليهم الباب وقلت لهم والله فيك واحد فيكم ما لبس قشو، قلت تقعدوا كيما راكم حتى نعيط للجدارميه ويجيو يهزوكم. قالت لك عطاتو طريحه كما تحكي امها، قالت اعطيته طريحه قريب زرقاتو. يعني هذيك الجرأة اللي جاتها من الصدمة، تأثير الصدمة يخلي الإنسان جريء بطريقة عجيبة. قالت لك وانا يا في السابق عمري ولا كنت انا ولا القطة نخاف منها، كيف حتى انا نقرب ولا نأذي انسان، ولا عندي غير الضحكة في فمي، نعرف غير نضحك ولا وش اللي يطلب مني نديره عمري، ولا درت حاجة يعني اللي تخليه يزعف مني ولا يكون ما هوش راضي عليا. ومن بعد شكون اللي تخدعني صاحبتي اللي كنت ناويت لها الخير، ومن بعد تقول لي مانيش قابلة بهذاك، ما عجبنيش، ماش مدايرو. هما في هذاك النهار كانوا ترك متفاهمين هي وراجلي، هزوا نوامر بعضاهم ولاو يحكيو هما مع بعضهم، ماشي الراجل ماشي صاحبه اللي يحكي مع صاحبتي ولا راجلي اللي يحكي مع صاحبتي. ويعني هي معطاها قلبها وتخونني وتخون العشرة اللي بيني وبينها وتخون الصداقة، تخون الخبز والملح اللي أكليناه مع بعضنا. راجلي ما نهضروش عليه، راجلي هو قالت لك طعني في ظهري. قالت المهم انا يا الشي اللي برد لي قلبي والشي اللي خلاني نفرح والشي اللي خلاني ما نتأثرش بزاف، اني فرغت الطاقة السلبية هذيك والضغط هذا كامل فرغته. قالت لك في هذاك النهار ضربته وعطيتهم طريحة، رميت عليهم القرعة تاع الغاز، جبت لهم الجدارمية، خرجوا بالمناشف، ما خرجوش حتى مستورين كما كان ساترهم ربي. هما اللي يحبوا يفضحوا روحهم، ما لا خلي جيراني يتفرجوا فيهم وراحوا. انا قلت لك تشوكيت، جبت عامين وانا يمانيش مستوعبه الفكره مليح. اتطلقت منه، قلت لك تهنيت والحمد لله. لكن هو قلت لك داها، هو عاود الدار راح تزوج صاحبتي وجاب معها طفله. قلت لك وانا بقيت نخدم خدمتي من الخدمه للدار، حتى لواحد النهار تعرفت على واحد يخدم معايا في نفس المصنع. حكاولو على حكايتي، واصلا حكايتي ولات شغل، قالت لك وليت شغل معروفه، هذه المراه اللي ضربت راجلها واللي فضحته واللي تنبان لهم وكاني رجله هكا. ولو اني انا والله العظيم كما تقول هي من ابسط الناس، حشره ما نقدرش نأذيها، لكن انه الاداء يجي ليا ما نقدر. دفاعي عن النفس، دافعت على شرفي، على يعني انسان حطم لي كرامتي، خلاني في وضع محرج. ما قدرتش نتصور انه صاحبتي هي عاشقة
زوجي. قالت لك تعرفت على هذا الراجل اللي في المصنع، إنسان طيب، ولو أني عدت ما نقدرش نجزم أنه الناس الكل طيبين، حتى تشوفي أفعالهم أنه الأفعال هي اللي تخليك. طلب مني زواج بالرغم من أنه يعرف عندي طفل. قبلت، تزوجته. الطفل ولدي كان في فترة صغير، يعني في الفترة هذيك خير يروح، كي تزوجت أنايا خير يروح يعيش عند جداته اللي هي أم طليقي. راح كان عايش عندها، مرة نشوفه يجي عندي أنايا، مرة يروح عند باباه، حتى كبار دركا كبار عاد نورمال. أنا تزوجت هذا الراجل وجبت معاه تاني طفل، عرفته بخوه، ولاو مع بعضهم خاوة، يتلاقاو مع بعضهم. ولدي دركا صغير والاخر هو كبير عليه. والآن بطلت الخدمة، بطلنا أنا والزوج تاعي بطلنا الخدمة من المصنع هذاك، وفتحنا نابع لنا ربي، فتحنا دكان نخدموا فيه، وعندنا سيارة والحمد لله، وعايشين الحمد لله. يعني حبيت نقول إنه الإنسان يقول لك هداك هو مكتوبك، ولا هداك هو اللي كتبه لك ربي. درك الإنسان واحد ما يعرف وش اللي كتب لك ربي. صح كتب لك ربي الزوج الأول، ولكن إنه مجرد تطلقي ولا يتوفى ولا حتى يتم الخلع، ولا يصرى مشكل، ولا يتم الطلاق، ولا مايش معناها نهاية العالم، مايش معناها المرأة خلصت حياتها. ولا أنا ما كانش بيدي إني نخرب داري بيدي، لكن إنه تشوفي الخيانة في عقر دارك وتشوفيها مع أقرب الناس ليك، أو ناس اعتبرتيها أختك، إنها تخونك مع زوجك، وين في دارك تبات في شومبرتك وتلبس لبستك بلا ما تغيضيها، بلا ما يرفلها جفن، وكأنها قتلتك. خلاص أنا ما لقيتش وش ندير، إنه نطلق طلاق يحفظ كرامتي. لكن ما ماشي معناه اني انا نكون يعني اني رجله، ولا اني ما نحشمش، ولا اني ضربتهم. لا يستاهلوا اني نقتلهم، لكن لو كان جا القتل حلال كون اني قتلتهم، لكني ضربتهم وبلغتهم وسلمتهم للدرك. هو اللي يتولاهم من بعد. قرروا يتزوجوا بعدهم، خلاص كتب لهم المكتوب انهم يتزوجوا. هكا هذه هي حكايتنا نهار اليوم. نتمنى تستفادوا منها. ماشي أي إنسان يدخل لداركم، ماشي أي مرأة تعتبروها صديقتكم تحكيوا لها أسراركم، ولا تحاولوا تديروا. خليوا كلش من بعيد. الدنيا ما عادتش فيها لامان، ما تديروش لامان في أي إنسان. أقرب الناس لكم قادر يطعنوكم في الظهر وانتم لا خبر. الناس عاد اللي غير واللي يحسد كتر من اللي يتمنى لك الخير. ديروا بالكم على روحكم، حافظوا على حياتكم، اقضوا أموركم بالسر والكتمان. ربي يحفظ جميع الأسر من أنها تنخرب وتتدمر بهذه الطريقة. ربي يستركم ويحفظكم، ونتلاقى إن شاء الله في حكاية أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.